السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير، اللهم امين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم امين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. النهارده هنعمل كده يا حبايبي، هنسمي الله كده. ومعايا كده مية مغلية، ومعايا حوالي ربطة من الكزبرة الخضرة. بجيبها كده يا حبايبي وبغسلها وبنشفها. نشفيها كويس قوي وخرطيها كده وحطها في اكياس تلاجة. طريقة جميلة قوي انها تحفظ الخضرة معاكي في الفريزر، اما تحتاجيها تطلعها سهلة كده. ومعايا هنا ربع كيلو من الفول المدشوش، جبته كده دبقته ونقعته ليلة كاملة حبايبي، يعني لو بالليل وقمت عاملاه الصبح. ومعايا كده بصلاية، يعني الخضرة والبصل والفول. ومعايا بقى التومك منه توم مفروم، ما حاولتش احطه من الاول او افتكرته، قمت جايباه معايا من الفريزر، بحيث تاخدي منه وترديه تاني في الفريزر عشان ما يفكش معاكي. بس كده يا حبايبي، وهنعمل النهارده هنعمل احلى بصاره، حاجه كده ما شاء الله، اكله مصريه اصيله. كانت امهاتنا رحمه الله عليهم وربنا يطول في عمر الموجودين، كانوا لازم وجبه اساسيه تتعمل مره في الاسبوع، مره كل اسبوع، 10 ايام. لكن دلوقتي ولادنا مش عايزينها خالص، فلازم كل شويه كده نعمل اكلات الاصيله بتاعنا الجميله دي. حطيت كده معلقه من الهريسه الفلفل الحار عشان تخليها سبايسي كده ويبقى طعمها جميل. غطيتها كده ووربت الغطا طبعا عشان دي غازات، فما نغطيهاش جامد عشان ما تفرش معانا، وعشان الغازات بتاع الفول تطلع معانا. سبتها كده على تاخد ودي كده، يعني حوالي تلت ساعة. اول ما لقيت الفول معايا استوى والبصل كده، قمت جاية سايباه، ايه غطيتها وقمت سايباها تهدى شوية كده بعد ما طفيت النار خالص. وتقومي جايه ضربها، بعد اضربها بالخلاط. بقول لكم شوفوا، بتعرفوا من غير علام كده ان الفوليه بتلاقيها استوت معاك. تضربها بقى في الخلاط بس لما تبرد تماما، او بالهاند بلندر المتوفر عندي. جبت هنا بقى قبل ما هضربها، جبت كده عشان العود النعناع ما كانش نشف معايا قوي، فقمت جايباه وطحناه كده على ايديا، خشن لسه. فقمت جايه قلت عشان اما اضربه في الخلاط او بالهاند بلندر يبقى ينعم معايا خالص، ما يبقاش له اي اثر. طفيت، ضربتها بقى كده حبايبي وسبتها على جنب ههيئها بقى بالكمون والكزبره والملح. عايزه نطرة فلفل بسيطه ماشي، لكن هي ما تاخدش اكتر من كده، كمون وكزبره وملح. والنعناع طبعا اللي احنا حطيناه في الاول، لو انت عندك النعناع ناعم انعم من عم عندي، حطيه في الوقت ده. يعني ده عينك ميزانك كده، تعرفي الحاجه اللي هتبقى حلوه معاك. شايفين يا حبايبي؟ ههدي بقى عليها النار واسيبها اما تغلي غلوتين كده معايا، والسمك بتاعها لا يبقى تقيل ولا يبقى خفيف، حاجة كده يا دوبك اول ما تبقبق معاكي كده. جبت بصلاية كبيرة كده او بصلتين متوسطين، وقمت جاية قطعتهم جوليان كده بالسكينة. شايفين؟ لازم تبقى التقطيع معاكي رفيعة وجميلة كده. جبت معلقه دقيق وقمت مبدره بيها البصل معاه. بتحاولي كده بصي تفرفري كده البصل عشان ما يبقاش البصل لازق في بعضه، ويبقى ويبقى تخين معاك. شايفين؟ بتفركيه كده. الصورة واضحة معاكم خالص اهو يا حبايبي. وسخنت الزيت مش مقدوح ولا حاجة، وقمت نازلة معايا بكمية البصل. طبعا البصل ده بيخليها لها طعم وشمخة كده. كان ممكن كمان اما تحمريه تطحني شوية كده على ايديكي، وتقومي حطاها في قلب البصارة ذات نفسها. بتجيبي بقى، شوفي يا حبيبتي، ما شاء الله، اول ما يتشمع كده من تحت ما بتقلبوش خالص الا لما تلاقيه يتشمع من تحت. بتحاولي تجيبي من بره لجوه كده، عشان الحواف هي اللي بتحمر معاكي الاول. شايفين؟ الطريقة سهلة خالص، وبتطلعي في الاخر بصل مقرمش وجميل ومش شارب ولا نقطة زيت. اهم حاجة تكوني مكترة عليه الزيت شوية اكنك بتقلي طعمية. ربنا يسعدكم حبايبي، ويبارك في أعماركم وفي حبايبكم، ويهدي أولادنا وينجحهم ويشفي مريضهم، ويعطي كل مشتاق للذرية الصالحة، وينصر أخواتنا كده في فلسطين، ويقويهم يا رب، ويطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف، ويهون عليهم برد الشتاء، اللهم آمين يا رب العالمين. الواحد بيزعل أول مناظرهم يا حبايبي، وفي الشتاء الجامد ده. شايفين يا حبايبي؟
ادعوا لهم يا حبايبي لعل الله يتقبل مننا، يفك كربهم يا رب، يفك دقيتهم وكل ديت كل متضايق. اللهم امين يا رب العالمين. وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين وترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللي مش مشترك في القناه ينورني كده باشتراكه وباللايك. الله يسعدكم ويكبر بخواطركم ويطبطب على قلبكم كده ويرضيكم بكل اللي تتمنوه، كل الخير اللي عايزينه يا رب يتحقق لكم يا حبايبي. شايفين يا حبايبي بوريكم البصارة وانا بغرفها، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة، عشان يديكي سمك كده بسم الله ما شاء الله. سبتها اما اتشمعت خالص، واول ما اتشمعت خالص وعملت وش كده اقوم نازلة بالبصل. متنزلش بالبصل وهو سخن عشان ما ينزلش يسقط في قلب منه. شوفي الجمال، حاجة كده اللهم بارك. تعملوها وتتهنوا بقى وتعجبكم طريقتي. ومتنسوش اللايك يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.